وصلت ظهر اليوم بعثة نادي الإسماعيلي قادمة من السودان بعد خوض الفريق مباراته أمام الأهلي شندي والتي انتهت بالتعادل السلبي. الحمد لله يعني في الأجواء والظروف اللي احنا عشناها هناك، 3 ساعات من الخرطوم عشان نروح شندي، الفندق مش كويس، حاجات كتيرة كده، حرارة الجو برضو كان في حاجات كتيرة مؤثرة، لكن الحمد لله نتيجة نعتبرها زي ما بقول كده مرضية إن شاء الله. مهم بقى إن شاء الله يبقى في مباراة الحسم، مباريات الإياب إن شاء الله يبقى فيها إصرار أكتر وفيها عزيمة إن شاء الله. الفترة الأخيرة طلع بعض المواقع كتبت إن عمر جمال وكبار الفرق اللي ما خدوش مستحقاتهم عايزين يسيبوا الفريق ويمشوا، الكلام ده صحيح ولا لا؟ هو انت عارف كلام كتير، انت تقول المواقع كتيره، يعني فمن هنا بيبقى في تناقل كتير للاحداث، بيبقى في حاجات ممكن انا اتكلم في مستحقاتي، اجي اتكلم مثلا في مكافئتي، كلام بسيط وموجود وبيحصل، لكن بيبقى في تضخيم للموضوع يعني وكده، لكن اللعيبه موجوده وبتلعب وملتزمه وما شاء الله عليهم يعني. كانت مباراة غاية في الصعوبة ونحن لعبنا بشكل جيد وحققنا التعادل. نحتاج التحضير المبكر لخوض مباراة العودة، ولا يجب الاستهانة لأنهم فريق ليس بالضعيف، فهم يمتلكون لاعبون على مستوى عالي، وبالتالي علينا الإعداد الجيد من أجل تحقيق الفوز. التعادل كان كويس وربنا يكرم إن شاء الله في القاهرة إن شاء الله. حاسين إن أنتوا حسمتوا الصعود؟ لا لسه بدري خالص. الحمد لله طبعا بفضل ربنا، يعني احنا كنا طبعا نفسنا ان احنا كنا نكسب المباراه، بس المباراه كانت صعبه وانت عارف الاجواء يعني في السودان وكده، الجو وحش قوي والحمد لله يعني التعادل يعتبر مكسب لنا ان شاء الله، وباذن الله نعوض في ملعبنا ان شاء الله نكسب المباراه ان شاء الله باذن الله. يمكن كان في ضربه جزاء في الدقيقه 83 صحيح النادي الاسماعيلي ما اتحسبتش من الحكم، انطباعكم ايه عن الحكم؟ كان رايكم فيه ايه في طول الماتش؟ طبعا الحكم كان سيء بصراحه لنا وعليهم بصراحه، والكره ضربه جزاء صحيحه 100% يعني، بس الحكم هنعمل ايه، بس هو الحكم طبعا هو قرار الحكم، بس الحمد لله يعني ربنا رايد ان احنا نطلع التعادل ان شاء الله الحمد لله يعني. الاسماعيلي يضع قدما في دور ال16 لبطوله الكونفدراليه بعد تعادله السلبي مع الاهلي شندي في السودان. محمد عبد الحكيم لسوبر كوره.